السلام عليكم حبايبي واخواتي. النهاردة ان شاء الله هنعمل اجمل واسرع صينية بطاطس باللحمة المفرومة. حلوة قوي وهتعجبكم وسريعة جدا، يعني ما بتاخدش وقت، وكمان كمية اللحمة اللي فيها حاجة بسيطة خالص، اقل من ربع كيلو لحمة، وهتدينا طعم جميل جدا. يلا بينا نعملها سوا. اول حاجة انا جبت البطاطس بتاعتي الكمية اللي انا محتاجاها واقشرها. وطبعا البطاطس هنعملها صينية او هنطبخها، يعني عامة نجيب البطاطساية المدورة، بتبقى جميلة جدا في الاكل وبتبقى ناعمة كده وكمان بتستوي بسرعة. لكن لو هنحمرها نجيب البطاطساية الطويلة دي، هي بتبقى حلوة، يعني على قد ما نقدر كده ننقي المدورة لو هنطبخها، والطويلة لو هنحمرها او يعني نعملها بأي طريقة. وكمان البطاطساية الخضرا دي بتبقى وحشة قوي، بتبقى مرة وكمان غلط جدا، فبلاش نجيب اي بطاطساية خضرا، نستبعدها خالص. يعني لو احنا بننقي البطاطس كده نستبعد اي بطاطساية خضرا، ما نقطعش حتة ونسيب بقية البطاطساية، لا، البطاطساية كلها تترمي لو هي خضرا. وهقطعها بقى بالشكل ده، انا بقطعها يعني نص دورية كده، يعني عشان تبقى رفيعة خالص. انا عايزة السمك بتاعها رفيع، مش عايزة السمك بتاعها تخين، لان اللحمة المفرومة تستوي معايا طبعا بسرعة. اللحمة المفرومة بتاخدش وقت في السوا، لكن البطاطس ممكن تاخد مني سوا طويل، فتهري اللحمة معايا متبقاش باينة اللحمة اصلا من البطاطس. انا قطعتها بقى بالشكل ده كده وغسلتها كويس وسبتها تتصفى. زي ما انتوا شايفين السمك بتاعها رقيق خالص، يعني بحيث انها تستوي على طول مع اللحمة بتاعتي، يعني الاتنين يستووا مع بعض. وجبت بصلاية وقطعتها كده، خرطتها صغير خالص، او يعني مكعبات صغيرة خالص خالص. ومعايا فلفلاية، طبعا حمرا خضراء اللي انتوا حابينه. وكمان معايا اقل من ربع كيلو اللحمة، ومعايا 3 طماطميات بشرهم. طبعا الطماطم عايزين تعملوها عصير مفيش مشكلة، بس انا بشرهم. اول حاجة كده انا جبت الطاسة بتاعتي عشان ادي اللحمة بتاعتي كده صدمة، وهعصج اللحمة بتاعتي على طول. بطاطس حلوة وسهلة وسريعة وما بتاخدش اي وقت ولا مجهود، حلوة جدا وطعمها مميز كده وحلوة اوي، يعني هتعجبكم الاكلة السريعة كده. انا جبت معلقة السمنة بتاعي، وطبعا زي ما احنا متفقين اي مادة دهنية احنا حابين نشتغل بيها بنعملها. بصوا قد ايه اللحمة، يعني قسمت ربع كيلو على نصين، فما خدتش معايا ولا وقت ولا خدت معايا حتى يعني مقادير كتير. واول ما اللحمة بتاعتي خدت صدمة حلوة كده نزلت عليها بالبصل. البصلاية انا مقطعاها ناعم جدا. طبعا البصل ما ينفعش نفرمه بالمفرمة او حتى نبشره ناعم، لو هنعمله هنعصج بيه لحمة او في الطبيخ بيبقى مش حلو، يعني لازم كده يتقطع صغير خالص، ويبقى كده ما فيهوش اي سوائل نازلة منه خالص. هديله تشويحة حلوة جدا مع اللحمة لحد ما لونه يتغير كده ويبقى شفاف. في الوقت ده كده هكون احط بقى الفلفل معايا. انا مش مكترة الفلفل، انا بس حاطة حتة من الفلفل الأخضر وحتة من الفلفل الأسمر، لا الأصفر، يعني الموجودة عندنا بنحطه، يعني فلفلاية صغيرة متكتروش عن كده. وحطيت بقى التوابل بتاعتي، معلقة من السبع بهارات ومعلقة من الفلفل الأسمر، ما تكتروش أكتر من كده عشان طعم اللحمة يبقى باين، ما يبقاش التوابل مغطية عليه. وحطيت كمان 3 ورقات أو ورقتين من فلفل الغار أو ورق اللورا. وهقلب كده التشويحة الحلوة دي مع التوابل، الله على ريحتها وجمالها بقى، الفلفل مع البصل مع اللحمة والتوابل مدي يعني ريحة جميلة وطعم جميل طبعا. نزلت بقى بالطماطم بتاعتي، انا عايزاها بس كده تاخد تقلبتين كده بس مش اكتر. طبعا انا محضرة الطماطم بتاعتي، انا عندي طماطم كنت مفرزاها، فطبعا الطماطم عندكم حتى لو مش متفرزة هتحطوها على طول مفيش اي مشكلة، حطوها وسيبوها بس هتاخد غلوتين 3 تتسبك على طول. المادة او السوائل اللي بتطلع من اللحمة هتخليها تتسبك معانا على طول. هنا انا حطيت معلقة من بابريكا علشان تديها لون حلو قوي يعني، وكمان بتديها طعم حلو. ودي بقى الصلصة اللي انا كنت مسبكاها انا نزلت عليها على طول. طبعا على حسب الكمية نزلوا الصلصة بتاعتكم او حطوا الصلصة زي ما انتوا حابين يعني. وانا عايزاها تبقى فيها صوص كتير، مش عايزاها تبقى ناشفة، يعني مش عايزة التعصيجة بتاعت اللحمة بتاعتي تبقى ناشفة، لا انا عايزة يبقى فيها صوص كده او يبقى فيها دمعة او صلصة يعني زي ما تسموها. حطيت طبعا الملح بتاعي وظبطته
طبعا الملح على حسب ذوقك وعلى حسب ما انت بتحبي. حطيت كمان شوية مية كده مكان الصلصة علشان افضيها على البطاطس، والبطاطس كده احتاجت مية معايا هحط لها حاجة بسيطة، ما احتاجتش يبقى خلاص مش هحط مية، هكتفي بالمية اللي انا حطيتها. حبايبي واخواتي اوعوا تنسوني في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واللايك والشير عشان يوصل لكل حبايبنا واصحابنا. هنا انا البطاطس بتاعتي طبعا غسلاها ومنضفاها ومصفياها كويس جدا من المية. هتبلها بقى بمعلقة من فلفل اسمر، معلقة من 7 بهارات، طبعا المعلقة بتاعتي صغيرة جدا، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة من الملح أو على حسب الكمية اللي عندي. وهقلبها بقى كويس جدا كده. أنا عايزة البطاطس كلها تتغلف بالتوابل اللي فيها عشان تبقى طعمها حلو كده، وكل حاجة واخدة حقها كويس جدا وطعمها يبقى جميل. طبعا المعالق بتاعتي صغيرة جدا جدا، يعني المعلقة بتاعتي ما يعادل كده ربع معلقة من معلقة الشاي. انا بقى فضيت البطاطس بتاعتي في الصينية او في القالب او في اي حاجة في الطاجن اللي انا هحطها في الفرن فيه. انزل بقى بالخلطة الجميلة بتاعتنا دي عليها كده. الله على جمالها وطعمتها، مفيش اسهل من كده. طبعا عايزين تحطوها على البوتاجاز تاخد غلوتين 3، البطاطس تستوي معايا، نحطها في الفرن تاخد وش، مفيش اي مشكلة. عايزين تحطوها على البوتاجاز مش عايزين تحطوها في الفرن تتشمع كده وتاخد وش من فوق، مفيش اي مشكلة، يعني زي ما انتوا حابين. انا بس بديكوا الطريقة والاختيار ليكوا انتوا. انا بقى بقلب البطاطس بتاعتي كويس، حسيت انها عايزة شوية مية هحط لها شوية مية، وانا طبعا مظبطة الملح والتوابل على البطاطس وعلى الصلصة. نزلت عليها بقى بشوية مية زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ بقى اخدها كده على نار هادية كده على البوتاجاز. مفيش اسرع ولا احلى من كده، وطعمها يعني هيعجبكم جدا جدا.